في فيديو النهارده هاقول لِك إزاي تعملي تورتة مقاس 20 في 20 بدون قالب، يعني لو أنتِ ما عندكيش قالب مربع مقاسه 20 في 20 إزاي تطلعيها من صاج واحد بس بكل سهولة، وهاقول لِك إزاي كمان تضبطي التورتة قبل ما تحطي عليها السوجر شيت وإيه عوامل اللي تنجح معاكِ تورتة بالصورة، وأقول لِك كمان إزاي تطلعي الألوان دي كلها من لون واحد بس اللي هو اللون الفوري أو اللون الأوف وايت هتطلعي منها كل الدرجات دي من لون واحد بس. يلا بينا أقول لِك كل التفاصيل، بس يا ريت قبل ما ندخل على الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير كتير للفيديو عشان يوصل لكل الناس. يلا بينا نكمل ونبدأ المقادير. وفي بولة العجان أحط هنا 4 بيضات وعليهم ذرة فانيليا وأحط عليهم كمان نص معلقة محسن جل وأحط عليهم نص كوباية مية متلجين من الفريزر وعليهم 400 جرام اسبونج جاهز بالفانيليا وهضربه في العجان مدة لا تقل عن 5 دقايق ولا تزيد عن 7 دقايق. وبعدين هنفرد كده ورقة زبدة في صاج مقاس 30 في 40 وهنحط في الخليط بالشكل ده قوام الاسبونج يا جماعة. النقطة المهمة هنا إن أنتِ تمشي الخلة بالشكل ده في خليط الاسبونج عشان يطلع معاكي مظبوط. هنفرده بالشكل ده وبعدين هندخله على فرن سابق التسخين على حرارة من 200 ل 220. هياخد معايا لا يقل من 10 دقايق ولا يزيد عن 15 دقيقة. هيطلع من الفرن بالشكل ده وبعدين هنختبره بالخلة وهنغطيه ورقة زبدة وبعدين نحط عليه كده البورد زي ما انا متعودة دايما وبعدين اقلبه على وشه زي ما احنا متعودين دايما. بعمل الحركة دي خصوصا في الاسبونج اللي في الصاج. انا بعتذر يا جماعه عن صوتي متغير لان بقالي فتره تعبانه، يا ريت تدعوا لي بالشفاء ويا ريت ما يكونش صوتي بالنسبه لكم يكون مزعج. هنا خلاص بعد ما برد تاني يوم نبدا نشتغل في الكريم شانتيه ومعانا 500 جرام كريم شانتيه بدون سكر واحط عليهم 50 جرام سكر حبيبات واحط عليهم من كوبايتين ل3 كوبايات ميه متلجين من الفريزر. طبعا الميه يا جماعه بتضاف بالتدريج حسب نوع الكريمه بتاعتك حسب الوقت اللي انت شغاله فيه. طبعا التورته دي بالنسبه لي كانت من فتره طويله كنا في الصيف. ومعانا 30 جرام باستري كريم هنحطه في جنب مش هنضيفه دلوقتي على مقدار الكريم شانتيه. هنا انا خلاص قلبت الاسبونج بالشكل ده ظهر الاسبونج يا جماعه كنت بقلبه علشان اشوف ظهره لو في لون هشيل اي لون يكون واخده وبعدين هقلبه على وشه بالشكل ده واشيل الطبقه اللي هي بتكون طريه اللي على وش الاسبونج بالشكل ده. زي ما انتم ملاحظين ان انا هنا بحب اخلي الاسبونج يكون لونه من فوق زي من تحت اللي ياخد قطعه كيك او قطعه من التورته بيكون بالظبط اكنها قطعه جاتوه. انا اخدت نص مقدار الكريم شانتيه وبعد ما اخد نص مقدار الكريم شانتيه هاخد الباستري كريم هحطه في النص التاني اللي هو في قلب العجان. تعالي بقى ركزي معايا هنا بقى في النقطه اللي جايه دي. ده الديسك زي ما انتم شايفين كده يا جماعه هقيس كده تلتين انا بقيسه بالنظر حابه تسيب المسطره مفيش اي مشكله. هتاخدي التلتين تسيبهم شابكين في بعض والتلت الاخير هو اللي هتقسميه وبعدين تاخدي الجزئين الرفيعين هيكون هم الطبقه اللي في النص. يعني الجزئين اللي هم سلام هيكون طبقه فوق وطبقه تحت واللي هم التلتين الرفيعين هيكون هم الطبقه اللي في النص بالشكل ده. طبعا اسطوره موضحه كل حاجه. جبت هنا بورد مقاسه 30 في 30 وحط عليه معلقه كريم شانتيه وبعدين حطيت اول طبقه لازم تكون سليمه وبعدين حطيت طبقه الكريم شانتيه وحطيت هنا الجناش عملته معاكم قبل كده جناش ده اقتصاد يا جماعه وبعدين حطيت كريسبي. طبعا هحشي كل التورته بنفس الطريقه. هنا حطيت في النص الطبقتين اللي هم اللي كانوا قصاد بعض. لو تلاحظوا ان انا يا جماعه ما سقيتش الكيك اطلاقا انا الكيك عندي هش وطري جدا فبلاش يا جماعه سقيه الكيك. كل مره بنبه الكلام ده في الفيديو ولان بيجي اخطاء كتيره جدا بسبب سقيه الكيك. هنا النقطه المهمه ان انت لازم اي تورته مربعه او مستطيله لازم تساوي الاربع اطراف. انا شلت جزء بسيط جدا فلازم انت تساوي عشان ما تاخدش معاكي كميه كريم شانتيه وبعدين كمان عشان تكون مظبوطه معاكي في التجهيز. هنا بقى لازم ان انت تحطي جزء بسيط جدا من الكريم شانتيه اللي تاخدي بيه الطبقه الاولى اللي هي طبقه كرامب جوت. هنبدا الطبقه الاولى بالشكل ده يا جماعه بالنسبه للمبتدئين بيكون سهل جدا معاهم. خلاص حطيت الطبقه الاولى. هنا لو انت في الصيف هتدخلها الثلاجه لو انت في الشتاء هتشتغل على طول. جبت انا بقى باقي الكريم شانتيه اللي كنت انا شايلاه في جنب حطيت عليه كده معلقه كاكاو لازم تتنخل يا جماعه عشان اي تكتلات وحطيت عليها معلقتين جناش. الجناش بيدي تيست جامد جدا في الطعم مع الكاكاو عشان اعمل طبقه كريمه الشوكولاته بالشكل ده. حاططها في كيس حلواني وبدات ان انا الفها حوالين التورته زي ما انتم شايفين. طبعا وصلت معايا لحد هنا فريت طلع نبي في التعليقات واديني دعوه جميله منهم كده بالشفاء العاجل ليا والعبيده ابن ان عبيده برده تعبان جدا بقاله فتره طويله
وكمان يا ريت لايك وشير للفيديو علشان الكل يستفيد من الوصفه. كده خلاص يا جماعه، حطيت الكريم شانتيه على التورته بالشكل ده وابدا اجلسها. طبعا اللي سهل معاكي التجليس ان انت بين كل مرحله والتانيه ان انت تحطي السكرابر او الاسباتيول في ميه جنبك. هنا خلاص، بعد كده خلاص بعد ما ظبطتها بالسكرابر بالشكل ده، هبدا اجيب سكرابر له سنون رفيعه وابدا امشي على جوانب التورته. هتقدري تكرريها مره واثنين وثلاثه، مفيش اي مشكله خالص، ما دام ان ايدك مظبوطه وانت شغاله فهتظبط معاكي. فانت تعيدي عليها مفيش اي مشكله خالص طالما ان انت ايدك الزاويه بتاعتها مظبوطه. بعد كده هجيب الاسباتيول وهبدا اظبط الشارب ايدج زي ما انتم شايفين. هسحب بشويش بالشكل ده لحد ما اظبط الشارب ايدج. بعد ما اظبطها طبعا بين كل مره والتانيه لازم الاسباتيول تكون بتمسحها من الكريم شانتيه. بعدين هجيب منديل وابدا امسح اي سوائل او اي كريم شانتيه على البورد بالشكل ده قبل ما ندخلها الفريزر. كده خلاص زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، عملنا مع بعض تورته مقاس 20 في 20 بدون قالب يكون مربع. عملناه من صاج واحد بس 30 في 40 بكل سهوله، وعملناها مع بعض زي ما انتم شايفين. النقطه المهمه هنا هي لازم تدخل الفريزر مدة لا تقل عن نص ساعة قبل ما نحط عليها الصورة الغذائية أو الشوجر شيت.